أهلا بيكم. ده بودكاست بسيطة، المكان اللي بنقف فيه لحظة بعيد عن دوشة الدنيا، وببساطة هنقرب من مشاعرنا من غير توتر ولا ضغط، لأن كل شعور صعب جوه رسالة وجانب إيجابي إحنا مش شايفينه. أنا نور رجب، معلقة صوتية. وظيفتي إني أحول الكلمات المكتوبة لصورة من الخيال جوه فكر اللي بيسمعني، وحبيت أستخدم صوتي عشان أوصل رسالتي، عشان نشوف الدنيا بشكل أجمل، وده من فهمنا لمشاعرنا صح. والمشاعر اللي بنسميها سلبية هنحولها لطاقة تساعدنا مش تعطلنا. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة، متلازمة المحتال. عمرك حسيت إن اللي انت حققته من نجاح كان صدفة؟ أو حسيت إن اللي حواليك مبالغين في تقديرك وإن انت ما تستاهلش المكان اللي انت فيه؟ عندك شعور إن هيجي وقت وتتكشف والكل هيعرف إنك غير كفء؟ عايزة أقولك إنك مش لوحدك، وإن الأحاسيس دي ليها اسم وعنوان، مش مشاعر فردية. ده نوع جديد وغريب من الشعور، منتشر بين عدد كبير من المبدعين والمجتهدين والمشاهير في كل حتة في العالم. اسمه متلازمة المحتال. دي مش المخاوف العادية اللي بنمر بيها، ده نوع جديد وغريب من الشعور، إننا نترعب من إمكانياتنا، إننا نخاف من نجاحاتنا، ونخاف نتوه لما نوصل للمكان اللي تعبنا وعملنا كتير عشان نوصل له. الأشخاص اللي بيشعروا بالإحساس ده بيرفضوا أي شكر أو تقدير، بينسبوا نجاحهم لأي حاجة خارجية، بيبوظ لحظات نجاحه بسبب اختلاط مشاعر الثقة بالشك، البهجة بالإحباط، القوة بالضعف. بيبقوا شايفين نفسهم أقل ما الناس شايفاهم، وإنهم محتالين، وهيجي وقت والناس هتشوف حقيقتهم الضعيفة. دايما الشخص اللي بيشعر بالإحساس ده بيشوف الكمال في الآخرين، ومش بيشوف في نفسه غير العيوب. بيشوف محاولات غيره بعدسات مكبرة، وبيغمض عينه تماما عن محاولاته. بيتعامل مع إنجازاتهم كأنها معجزات، وبيتعامل مع إنجازاته على إنها محاولات ضعيفة مفيش داعي لذكرها. طب إيه هي أسباب الشعور ده؟ أول سبب التربية في الطفولة سبب رئيسي في الشعور ده. لما الطفل بيطلع في أسرة صارمة من أب وأم متعلمين تعليم عالي وعايزين طفلهم دايماً في المركز الأول. السبب التاني إنك تبالغ في إمكانيات اللي حواليك، وفي نفس الوقت تقلل من إمكانياتك وتشوف بس الإنجازات اللي بيعملوها من غير ما تشوف الجهد المبذول فيها، فبتحس إنك مهما عملت من مجهود مش هتقدر توصل للأشخاص الناجحين دول. السبب الثالث وهو هوس المثالية. البحث عن المثالية من أهم الحاجات اللي بتساعد على الشعور بالإحساس بالاحتيال، وتخليك تحس دايماً إنك أقل من اللي حواليك. بتحط لنفسك مقاييس شبه مستحيلة، وتجلد نفسك إنك مش قادر تحققها. فهمنا بعض الأسباب اللي تخلينا نحس بالإحساس ده. الخطوة الجاية إننا نعرف نتعامل معاه ونعديه. أول حاجة لازم نعملها نبص على إنجازاتنا. كل اللي وصلت له ده مش صدفة، وتعبك ده كله مش حاجة سهلة. بص لأبسط الحاجات اللي بتعملها قبل أصعبها، زي مثلا إنك تقوم من سريرك في عز البرد عشان تذاكر أو تخلص شغل، ده إنجاز. أو إنك تقدر تكمل يومك وإنت مش في أحسن حال، ده برضو إنجاز. اكتب كل إنجازاتك البسيطة منها قبل العظيمة، وكل ما تشك في قدراتك أو تحس إنك أقل من اللي إنت ظاهر عليه، اقرأ الإنجازات دي مرة ورا مرة، هتشوف تعبك وتحس بقدر نفسك. تاني حاجة، بلاش تقارن نفسك بحد. ما تقارنش بداياتك مع حد وصل بعد تعب سنين، انت كده بتظلم نفسك وبتظلم الشخص ده لما تلغي سنين تعب فيها ومشوار طويل، وبتحمل نفسك عبء انك مش زيه وانت لسه في اول خطواتك. تالت حاجة، دور على حد صادق تثق فيه، يديك النصيحة بدون مبالغة في إمكانياتك أو مبالغة في إحباطك. شخص يقولك إنك مبالغ في تعنيف نفسك، ويظبط توقعاتك لما تبالغ في سهولة الأمور. مش لازم تتقن كل حاجة بتعملها بنسبة 100%. جرب قاعدة 80%. إنك تتقن كل أعمالك بنسبة 100% حاجة كويسة جدا، بس ممكن يبقى صعب تحقيقها. لكن لما تتقن كل أعمالك بنسبة 80% حاجة واقعية تقدر تحققها، هتحطك في مستوى جيد في كل أعمالك، وكمان هتساعدك إنك تقدر تستمر وتكمل. إنك تكون شخص متقن لعملك أفضل كتير من إنك تكون شخص مثالي. الإتقان هيخليك في منافسة مع نفسك، أما المثالية هتخليك دايما في منافسة مع العالم، تخسر فيها نفسك ويخسر العالم مواهبك وإمكانياتك.
جه الوقت إننا نشوف الطريق اللي مشيناه والمحن اللي مرينا بيها والمعارك اللي عشناها عشان نوصل. لازم نسيطر على الصوت اللي جوانا ونثبت له إننا مش محتلين وإننا نستحق اللي وصلنا له. ما تحاربش مشاعرك الإيجابية اللي جواك وصدقها. لو الكلام ده لمس حاجة جواكم، لو حسيتوا إن في مشاعر كنتوا محتاجين تسمعوها من زمان، تابعوا بودكاست بسيطة وساعدونا نوصل لناس محتاجة تسمع الكلام ده زينا. رحلتنا لسه في أولها، رحلة تصالح، فهم، هدوء، رحلة نرجع فيها لنفسنا. وافتكر دايما إنك تحب نفسك لأنها تستاهل إنها تتحب.